السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كلاسيك كار. هنقدم وجه مقارنة ما بين هيونداي نيو أكسنت ار بي وهيونداي الانترا الاتش دي. في ناس بتسأل أيهما أفضل، هيونداي أكسنت ولا الانترا؟ طبعا كل حاجة لها ميزة وليها عيب. يلا بينا نشوف وجه المقارنة. يلا بينا نبدأ بالهيونداي اكسنت ار بي. محرك 1600 سي سي 4 سلندر 125 حصان. العزم الأقصى 4850 نيوتن على المتر. التسارع من 0 ل 100 في 11 ثانية و2 من عشرة. استهلاك وقود 7 لتر و4 من عشرة لكل 100 كيلو. نقل للحركة اوتوماتيكي 4 سرعات. جنوط مقاس 14 صلب. ده بالنسبة للهيونداي اكسنت ار بي. تعال بقى نقارن مع الهيونداي الانترا الاتش دي. موتور 1600 سي سي 4 سلندر 121 حصان 4200 نيوتن على المتر. التسارع من 0 ل 100 كيلو في 11 ثانية ونص. استهلاك الوقود 6.6 من عشرة لتر لكل 100 كيلو. الفتيس بتاعها يختلف شوية، متطور شوية، اوتوماتيك 4 سرعات. جنط السيارة مقاس 15. جنوط مصنعة من الصلب. تعال بقى نتكلم عن أبعاد السيارة بالنسبة للهيونداي اكسنت ار بي. نبدأ بيها. طول السيارة 4370 ملم. عرض السيارة 1705 ملم. ارتفاع السيارة 1455 ملي. قاعدة عجلات 2570 ملي. سعة الشنطة 389 لتر. وزن السيارة 1150 كيلو جرام. تعال نشوف بالنسبة لأبعاد السيارة الهيونداي الانترا. طول السيارة 4505 ملم. العرض 1541. ارتفاع السيارة 1490 ملم. قاعدة عجلات 2650 ملم. طبعا هيونداي الانترا تكسب في الحتة دي. سعة الشنطة 402 مقارنة بالاكسنت ار بي طبعا افضل. ووزن السيارة اتقل 1262 كيلو جرام. تعال بقى نشوف أنظمة الأمان بالنسبة لهيونداي اكسنت ار بي. فيها فرامل منع الانغلاق الاي بي اس، وسائد هوائية للراكب وللسائق في الفئتين الثالثة والرابعة. وفيها نظام الحماية من ضد السرقة اللي هو الامبلايزر. نيجي نقارن بقى الهيونداي الانترا الاتش دي. فيها فرامل برضك منع الانغلاق الاي بي اس، وسائد هوائية للراكب وللسائق، برضو موجود في الفئتين الثالثة والرابعة. وفيها نظام الامبلايزر ضد السرقة. بس في حاجة بقى ايه رابعة موجودة في الانترا الاتش دي، اللي هو التوزيع الالكتروني للفرامل اللي هو الاي بي دي. تعال بقى نتكلم عن أنظمة القيادة. النيو اكسنت ار بي فيها مثبت سرعة وباور ستيرنج وحساس للسرعة. بالنسبة للانترا الاتش دي فيها باور ستيرنج وفيها كمبيوتر رحلات. هنتكلم على الأنظمة الترفيهية ما بين السيارتين. شاشة 7 بوصة في الاكسنت ار بي اللي هو بالنسبة للفئات العالية، وبلاتوز ومخارج الاي يو اكس واليو اس بي. بالنسبة للانترا الاتش دي نفس الكلام. تعال نتكلم على الكماليات خارج السيارة. هنبدأ بالاكسنت ار بي. مصابيح ضبابية، مراية كهرباء، اشارات في المرايات. بالنسبة للانترا الاتش دي مصابيح برضو امامية والليدات خلفية، وهي حتة الليدات زيادة في الانترا الاتش دي. تعال بقى نشوف كماليات داخل السيارة. فتحة سقف موجودة في النيو اكسنت ار بي وفي الانترا الاتش دي بس في الفئة التانية والرابعة. الزجاج الخلفي للاكسنت ار بي فامي خلفي. بالنسبة للاتش دي زجاج ملون. طبعا في الاتنين تكييف يدوي. الفرش الداخلي للانترا الاتش دي افضل. بالنسبة للاكسنت ار بي قماش. ويوجد مخرج كهرباء 12 فولت. وبالنسبة للسيارتين هنيجي نشوف الانترا الاتش دي فيها ساعة ديجيتال. يفضل الانترا الاتش دي في الكماليات والتقنية اعلى شوية. ولكده احنا قارنا ما بين السيارتين بالنسبة للكماليات الداخلية والخارجية والأنظمة الترفيهية وأنظمة القيادة ومحرك السيارة وأبعاد السيارة. تعال بقى نشوف مقارنة ما بين الاتنين أنهي فيهم الأفضل وأنهي المرغوب أكتر. يا ريت قبل أي حاجة لو لسه ما اشتركتش في القناة سيبنا سبسكرايب
وتسيب لنا احلى اعجاب وكومنت تصلي فيه على النبي. هنبدأ عشان نقارن ما بين الاكسنت ار بي والالنترال اتش دي. طبعا في الفئة السعرية الالنترال اتش دي تفوق لان عربية ممتازة جدا. بالنسبة لأول حاجة السعة المكانية للسيارة، الالنترال اتش دي اوسع والتقنية بتاعتها احدث. وبالنسبة للتسارع الاتنين زي بعض، موفرة في الوقود. الراحة والأداء طبعا الالنترال اتش دي في التصميم الداخلي ممتاز مقارنة بالاكسنت ار بي. هنيجي بعد كده نشوف بالنسبة للأمان. معهد الاي اي اتش اس الخاص باختبارات السلامة بيقول ان الاكسنت ار بي هي اللي هتفوز في اختبار السلامة. وكده احنا قدمنا وجه مقارنة بين النيو اكسنت ار بي والالنترال اتش دي. يا رب ينال اعجابكم. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.